السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد خالص، فكره جديده اول مره تشوفوها. طبعا ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم باذن الله. الفكره اللي عندي بسيطه وسهله، وممكن نعملها بطريقتين. يا اما لو عندنا اشعه هنعملها بالاشعه، لو ما عندناش اشعه ممكن نعملها نفس الفكرة بالظبط، هنعملها وهتبقى أسهل كتير لأن الأشعة هندهنها وكده. لكن الفكرة اللي عندنا ممكن نعملها باللي هو مفارش بتاعة التلاجة اللي هي البلاستيك دي، هنعمل بيها الفكرة اللي عندنا أي مفرش بقى. بس أهم حاجة يكون ألوانه هادية شوية، يعني زي كده ما يبقاش فيه رسومات كتير علشان الفكرة تطلع معانا شكلها كويس. فيا إما هنشتغل بده يا اما هنشتغل بالاشعه. ففكره النهارده هعملها بالاشعه. اول حاجه هعملها هبدا هاخد مقاساتي. هنمشي ب 2 سنتي 2 سنتي، هنعمل كل حاجه عندنا 2 سنتي ما عدا حاجه واحده، الجزء الاولاني تحت. هاجي تحت من اول الاشعه من هنا. اول حاجه هقيس 3 سنتي كده، وهبدا هقيس 3 سنتي دول بطول الاشعه عندي. 3 سنتي، قيس 3 سنتي كده بطول الاشعه، وهبدا هوصلهم ببعض. يا رب بس يكون القلم والحاجة واضحة اللي احنا بنعمل بيها. معلش سامحوني، بس هي طبعا اشعة فايه انا حاولت اجيب لون يبان، وهوصل التلاتات اللي احنا قسناها مع بعض. يبقى انا عندي دي اول حاجة اللي هي الجزء ده يبقى 3 سنتي. بعد كده هسيب المرة دي 2 سنتي، هقيس 2 سنتي وهرجع تاني اقيس 2 سنتي، يعني هنا 2 وقست 2 بالمرة عشان ما اقعدش اقيس كتير. هاجي هقف هنا وهقيس 2 سنتي، هعمل نفس اللي انا عملته تحت بالظبط، وهوصلهم كلهم. برضه هعمل نفس الحكاية. انا هعمل خطوط الاول كلها، هقسمها كلها خطوط، وبعد كده هو نشوف هنعمل فيها ايه تاني. وهعمل 2 سنتي اللي هي جوه دي. يبقى كده اول حاجة عندي عملتها، عملت 3 خانات كده، الأولانية 3 والتانية 2 والتالتة 2، الارتفاع بتاعها اللي هو ده. هاجي بقى بالعرض كده هقيس ارتفاع من عندي بقى، من هنا من اللي هو آخر خط عملته، هقيس 10 سنتي كده. هنا 10 سنتي عندي اهي، وهبدأ هقيس هنا 10 سنتي. هي فيها حبة مقاسات بس النتيجة النهائية ان شاء الله تعجبكم جدا. وهوصل برضو ال10 سنتي اللي عندي دي ببعض. هنا عملت تاني 3 واتنين واتنين، ودي 10 سنتي اللي هو المسافة دي. هاجي هنا وهسيب تاني زي تحت بالظبط، هعمل 2 سنتي واتنين سنتي. المرة دي هقيس كمان 2 سنتي، يبقى ادي 1 2 3 اتنينات. تمام اهي، 1 2 3، ادي 2، ادي 4، ادي 6. يبقى انا كده قستها كلها 2 و4 و6. هبدأ بقى اخططها واوصلهم ببعض كلهم كده. انا عندي الخطوط اللي بالعرض كده كلها عملتها خلاص، مش محتاجة خطوط تاني. الخطوط اللي بالطول بقى هبدأ اقسم الحاجة اللي عندي كلها مقاس ايه بقى، 2 سنتي و2 سنتي، يعني هقسمها كلها اتنينات. هقيس 2 سنتي وهبدأ بقى ايه، هقسم كل الحاجة اللي عندي اتنينات زي ما احنا شايفين. دي بقى طبعا اسهل كتير، انا مش هعمل حاجة مختلفة خالص، اتنينات. هعملها بقى في كذا دور كده، يعني مش هستكفى بالدور واحد علشان اوصلهم، يعني هعملها مثلا 3 مرات. هقسمها كلها وارجع نشوف بقى ايه التقسيمة دي هنعمل فيها ايه. انا قسمتها كده وهبدأ بقى هخططها كلها. هاجي هقف هنا وهبدأ اوصل الحاجة دي ببعض، هعملها كلها نرجع بقى نشوف ايه اللي هنقصه وايه اللي مش هنقصه. كده هنا زي ما احنا شايفين انا خططتها كلها. دلوقتي بقى هبدأ بقى اعمل ايه علشان اوضح لكم ايه اللي هيتقص وايه اللي مش هيتقص. مبدئيا اول حاجة الجزء اللي تحت خالص ده، اللي هو اللي تحت ده خالص ده مش هيتقص. انا همسحه كده
بحيث ان ده احنا مش هنيجي جنبه. انا هسيب لكم الخطوط اللي هتتقص بس كده. انا مش هقص الجزء اللي تحت ده خالص ولا هاجي جنبه. هنا ده كله كده مش هيتقص، الجنب ده كله هنا الاولاني ده عشان ده اللي هربط منه، يبقى اول خط عندي ده داير داير كده ومش هيتقص. الجزء اللي بعد كده على طول اللي هو ده هقص ايه بقى، هسيب اول واحده وهقص تاني واحده، يعني دي هنا دي تاني واحده دي اللي هتتقص. هبدأ هعملهم، يعني انا هقص مربعات، هقص دي هقص دي، يبقى انا هقص هنا مكعب ومكعب، يعني في مكعب هيتقص اللي هو ده وواحد هيتساب، هنقص واحد 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 لا، يبقى ده اول حاجة عندي. تمام. بعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. انا هقص معاكم اول حاجة اللي هو الجزء ده. طبعا انا هفرغ الجزء ده، هاجي هنا هجيب المسطرة، لازم المسطرة الحديد ويكون في ازاز تحت علشان ما بوظش الحاجة اللي الشغل الحاجة اللي شغال عليها، وهجيب القطر وهبدأ هفرغ المكعب اللي عندي ده بالراحة عشان بس من ايه ما ندوس ما نقطعش حاجة تانية بالشكل ده كده. هكمل الجزء ده كله ونرجع نشوف اللي بعد كده هنعمل فيه ايه. هنا كده انا عملت اول خط عندي، فرغت الاجزاء اللي فيه. اللي بعد كده هاجي على 10 سنتي اللي انا عاملاهم وهفرغ فوق اللي انا عملته بالظبط. يعني هعمل ايه، هاجي هنا انا عملت 2 سنتي وسبت 2 سنتي، هاجي على 10 سنتي التانية دي وهاجي هنا وهبدأ هفرغ ال10 سنتي دي زي ما عملت تحت بالظبط. هاجي هنا كده وهفرغ ال10 سنتي دي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هكملها، هسيب واحدة واعمل التانية واقص التانية. هكمل برضو الجزء ده كله ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. انا هنا عشان اسهل على نفسي ممكن اعمل حاجة كمان. انا هنا هعمل الخطوط اللي بالطول كلها، لان انا هعمل الخطوط كلها، هعمل الخطوط اللي بالطول كلها زي ما انا بعمل كده، وبعد كده اعمل الخطوط اللي بالعرض بقى. يعني انا هعمل ده كده، هخلص واشوف بقى ايه اللي هيتفرغ وابدأ اعمله بالعرض. هنا كده عملت الصف الدور اللي بعديه بقى بالشكل ده. اللي عندي دي الخطوة اللي عندي دلوقتي، هاجي في النص تقريبا كده وهاجي هنا وهجيب اي حاجة مدورة وعلى قد يعني الحاجة اللي انا هعمل بيها على قد 3 من دول. يعني هاجي هنا كده زي ما انتم شايفين، وهاجي هنا وهرسم، هوصلها من هنا لهنا كده وهرسم خط دايرة كده. وهعمل بعد كده بحاجة اصغر شوية، هعمل دايرة اصغر جواها اهي. تمام. اللي انا هعمله الخطوة اللي انا هعملها بقى دي اهم حاجة في اللي انا هعمله كله. هعمل ايه، هاجي هنا وهشيل الجزء اللي هو ده هعمله زي بوابة كده. فانا هشيل بقى ايه، هشيل الجزء ده الخط ده كده، وهنا وتحت هفرغ ده كله، وهاجي هنا هفرغ الدايرة اللي عندي دي، همشي مع الدايرة اللي عندي كده بالشكل ده. يبقى انا كده عملت بوابة للحاجة اللي عندي. تمام كده انا خلصت الجزء اللي تحت، دي الحتة اللي طلعت منه اهي. هعمل ايه، هسيب اللي بعده ده مش هعمله، يعني اللي بعديه ده كده مش هاجي جنبه عشان طبعا عشان ما اقطعش الحاجة وتبوظ اهي كده. هاجي في الدور ده وهعكس الخطوط اللي انا عاملاها دي، هعكسها هنا فوق. يعني ايه، هاجي هنا في الخط اللي انا عاملاه ده، الخط ده بس اللي هعكسه، يعني الجزء ده بس اللي انا هعكسه، هقص من عند البوابة اللي هنا دي كده، وهبدأ برضو اقص واحدة وواحدة. هكمل الناحية دي نفس الطريقة وهكمل الناحية دي نفس الطريقة، ونرجع نشوف الخطوة اللي ورا بقى اللي بعديها كده هنعمل ايه. هنا كده زي ما احنا شايفين انا فرغت الحاجة اللي عندي كلها بقى بالشكل ده. الخطوة اللي عندي دلوقتي ان انا هبدأ بقى افرغ الجزء اللي فوق كده. انا مش هفرغ حاجة تاني من هنا ده كده، كل ده خلاص. الخط اللي هنا ده مش هيتعمل. الحتة الوحيدة اللي هعملها هنا عشان تبين البوابة اللي عندي دي، هاجي هنا هقص الجزء اللي فوق على البوابة بس كده. انا حددت هنا البوابة عشان شكلها يبان.
الخطوة اللي أنا هاعملها إن أنا هابدأ أقص فوق، بس أنا هارجع هاعمل زي ما كنت عاملة تحت. يعني هاعمل إيه، أنا بقى دي هاسهل على نفسي عشان دي أنا هاقص من الآخر، فهاجيب المقص وهابدأ هاقص دي كده بدل ما اقعد اعمل بالقطر. هعمل نفس اللي عملته تحت، هاجي هنا وهفرغ اللي قصادها، يعني هاجي هنا كده وهفرغ دي. هعمل دي كمان، اقصها طبعا بقى اسهل، هقصها كلها بعد كده افرغ الحاجة اللي عندي. هكملها وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. هنا الحاجة اللي عندي بقت بالشكل ده زي ما احنا شايفين، هنا البوابة اللي عملتها والحاجة بقت كده. هجيب منديل، هنا الالوان اللي عندي بتطلع بالمية، لو في الالوان بتطلع بالسبيرتو او بالكحول او كده، القلم اللي احنا شغالين بيه نمسحه كويس. وبعد كده عشان هتيجي الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة الدهان، همسحه واجهز الدهان ونشوف هندهن ايه وهنعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي هجيب الدهان، انا حابة ادهنه باللون النحاسي، ده لون نحاسي مائي، في منه ذهبي في فضي، طبعا اللون اللي احنا حابينه. وهبدأ هدهنه بسفنجة او برولة، بس البرولة هتهدر كتير، فانا حابة ان انا ايه زي ما انتوا شايفين كده نظام الطبطبة كده على رأي حسين الجسمي. المرة دي الاشعة هي اللي لقت الطبطبة، وهبدأ هدهنها على الوش ده، ولما تنشف هبدأ ادهنها على الوش التاني. احنا ممكن نعمل الموضوع ده طبعا مش مفارش التلاجة، مش هنحتاج الدهان، يبقى انا كده لغيت خطوة الدهان. هدهنها كلها من ناحيتين، من الوش ومن الظهر من ناحيتين، ونرجع بقى نشوف ايه الخطوة اللي هنعملها والمنظر بتاعنا هيبقى ايه بالظبط. بقى كده المنظر اللي عندي بقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي ان انا ابدأ هلفه كده، بس انا عايزة انا هلفه والزقه من هنا كده هو انا على بعضه. انا عايزة اعمل هنا قاعدة كده عشان نمسكه، فممكن نقص نشوف القطر ده هنا الدايرة اللي عندي قد ايه وناخد مقاسها ونقص كرتونة. انا ممكن اعمل ايه، ممكن اشوف لو من المقاس عندي ده مقاس دي، هي دي اصغر شوية، فانا هنا جبت غطا علبة بتاعت اللي هي كارنفاليتا بتاعت الايس كريم ودهنتها بالشكل ده. الخطوة اللي انا هعملها ان انا هبدأ الزق ده في الارضية عندي تحت هنا اهو كده، وهلف عليها الجزء ده. هحط هنا كده شمع، بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب الغطاء اللي عندي ده وهحطه هنا وهلف الحاجة اللي عندي هنا كده بالشكل ده. هنا كده لزقت اللي هي القاعدة اللي عندي دي. هبدأ دلوقتي الجنب اللي هو الجزء المفتوح دون هلزقه على بعضه، هحط شمع والزقه من الاول للاخر بالشكل ده كده شمع وهلزقه. بقى عندي زي ما احنا شايفين دون كده الثبت اللي احنا هنعمله بقى بالشكل ده. طيب الجزء بقى اللي فوق وده اسهل حاجة في الموضوع، هاجي هنا هاجي في الجزء اللي فوق ده وهبدأ هعمل ايه، هتني واحدة واحدة كده وهلزق اللي بعديها معاها بالشكل ده كده. بصوا اهي، هحط هنا كده شمع وابدأ الزق اللي جنبها فيها، هحط شمع والزق، احاول احط بسرعة علشان كله يتظبط على بعضه، ميبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية او يبقى معوج، لازم يعمله بسرعة مع بعضه. هنا هاجي هنا في الجزء اللي هو اللي فوق اللي احنا لزقنا فيه ده، هجيب جزء من الإشاعة، هي كان في حتة اللي هي مقصوصة
شفت اطول حته فيهم اللي هي كانت في النص دي، اللي انا قصيت منها الجزء ده، واخدت دي ودهنتها، وهاجي هنا هلزقها كده اهي، وهاجي فوق هنا الجزء اللي هو هنا ده هحط شمع وهلزق فيه اللي انا عملته ده عشان يبقى الايد بتاعت الثبت اللي عندي، الثبت اللي عندي بالشكل ده كده. هنا كده بعد ما عملت الحاجة بالشكل ده انا جيت هنا عملت شريط رفيع كده ولفيته حوالين اليد من هنا، اللي حسيت انها هتفك فعملتها كده. انا هنا هزين بالحاجة اللي عندي دي. انا هنا هو ده ورد من كرتونة البيض، كنت عملت معاكم قبل كده في فيديوهات قبل كده، بس انا دهنته بقى بالذهبي واللون النحاسي اللي عندي. هسيب لكم اللينكات بتاعه الورد في صندوق الوصف وفي الدوائر البيضاء اللي بتظهر في اعلى الفيديو. دلوقتي هجيب الورد اللي عندي وهبدأ بقى اوزعه على القفص. هحط في الورد شمع كده، وهبدأ هحطه بقى في الاماكن اللي انا عايزاها. انا هحط هنا كده. طبعا بقى لو عايزين نزين بالستراس، عايزين نزين بأي حاجة احنا حابينها، هيبقى شكله جميل جدا. انا عندي هنا لولي نص، هبدأ اوزعه عليه عشان يديني منظر كويس. هنا كده هبدأ احط اللولي النص اللي عندي ده، بقى الثبت عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، شكله بقى جميل جدا جدا جدا. تعالوا نشوف منظره وهو ايه. حط له اضاءة ونشوف شكله هيبقى عامل ايه ازاي. وهنا ده كده ده الشكل النهائي بتاع القفص اللي احنا عملناه مع بعض. شكله زي ما احنا شايفين جميل جدا جدا جدا، تحفة. الورد بالتفاصيل بتاعته شكله جميل قوي، وفكرة حلوة قوي وجديدة. كمان عندي هنا هون انا كنت عامله دون الاول، كنت بجرب الشكل بتاعي واشوف هيبقى عامل ازاي، فانا عملته اصغر شويه بالشكل ده. بعد كده عملت دون. طبعا كل واحد لما بيجي يشتغل كل مره الشغل ما ايده بتاخد على الشغل بيبقى احسن. فهنا زي ما احنا شايفين مظبوط جدا، شكله جميل قوي، فكره حلوه ولذيذه. طبعا المنظر رائع جدا جدا جدا، شكلها جميل قوي، وما كلفتناش اي حاجه، كلها حاجات في البيت من حاجات هتترمي. عملنا تحفه رائعه، شكلها جميل جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم واول مره تشوفونا يا ريت تشتركوا معانا في القناه. انزلوا بسرعه واشتركوا معانا في القناه وفعلوا زر الجرس. لما ندوس على زر الجرس هيطلع لنا اختيارات، هندوس على الكل عشان يوصل لكم مني كل الاشعارات، واي فيديو بنزله يوصل لكم. لو انتم مشتركين معايا يا ريت ما تبخلوش عليا وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام. انت حلوه، انت كانت جميله وانت شاطره، وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. انت اللي جميل يا قلبي.